السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ايه رأيكم في الجمال ده؟ احلى كفتة حاتي عملناها مع بعض. من كيلو لحمة مفرومة عملنا 2 كيلو ونص كفتة. عايزين تعرفوا عملناها ازاي وايه هي مقاديرها؟ تعالوا معايا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. النهارده هنعمل مع بعض احلى كفتة حاتي. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، مش هتاخد مننا وقت، وهتكون احلى واطعم من اللي انتوا بتشتروها من عند الحاتي نفسه. طيب مقاديرنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن كيلو لحمة مفرومة عليها 150 جرام دهن أو ليا، وده سر من أسرار كفتة الحاتي. عندنا 8 كيلو أو كوباية كبيرة فول صويا منقوع لمدة ساعة ومتصفي كويس جدا من المية. عندنا بصلتين، نص فلفلاية حمرا، نص فلفلاية صفرا، فلفلاية رومي خضرا. لو ما عندكيش فلفل ألوان ممكن فلفل رومي بس، والبصل. ما عندكيش فلفل أصلا يبقى البصل بس هو إيه، الفلفل بيديها طعم وشكل، بتبقى تحفة. أما التوابل بتاعتنا هنشوفها مع بعض واحنا إيه بنعمل الكفتة بتاعتنا. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنفرم فول الصويا مع البصل والفلفل، هننعمه كويس جدا ونصفيه كويس جدا، وهقول لكم ايه الخطوه اللي بعد كده. دلوقتي حبايبي احنا فرمنا البصل وصفيناه، ودي ميه البصل. احنا مش هنرميها، احنا هنحط عليها نص معلقه ملح، نص معلقه فلفل، معلقه زيت، وهنصبع بيها الكفته، مش هنرمي حاجه. وفرمنا كمان الفول الصويا، نعمناه خالص. تمام كده. طيب الخطوة اللي بعد كده هتكون ايه؟ هننزل بقى بالبصل بتاعنا اللي احنا فرمناه وصفيناه، هننزل باللحمة المفرومة بتاعتنا. لاحظوا ان انا لسه ما حطيتش اي توابل. عارفين ليه؟ لان انا لو حطيت التوابل في الاول مع البصل واللحمة والفول الصويا، كانت ميه البصل هتاخد كل التوابل ميه البصل اللي احنا فصلناها عن البصل كانت هتاخد كل التوابل. فاحنا هنحط التوابل بتاعتنا في الاخر خالص علشان نعجنها كويس جدا وتندمج ايه مع الكفته. طب توابلنا عباره عن ايه؟ عباره عن معلقه السبع بهارات او بهارات لحمه كبيره كده، معلقه فلفل اسمر برضو كبيره، معلقه بابريكا، وهنحط معلقة ملح كبيرة. مكترش قوي برضو علشان ايه ما تحدقش معانا الكفتة. هنعجن بقى كل المكونات دي عجن بقى ايه، طلعي غلب السنين كله، كأنك بتعجني عجينة، يعني مدة ما تقلش عن 10 دقايق عشان تندمج كل ايه المكونات دي مع بعض وتاخدي نتيجة مبهرة. هتاكلي احلى كفتة حاتي ما حصلتش، ما اشتريتيهاش من بره اصلا. احلى كفتة حاتي تاكليها من عمايل ايديكي. حبايبي عجلنا الكفتة بتاعتنا، بصوا الجمال. هي دي بقى كفتة الحاتي. على فكرة مش بالتوابل الكتير اللي بتتحط فيها، احنا حاطين بهارات لحمة او السبع بهارات دي فيها كل التوابل اللي انت ممكن تفكري تحطيها على الكفتة. تمام. والملح والفلفل كده بس، مش هنحط حاجة تاني. هنعمل ايه دلوقتي؟ طبعا انتوا شايفين الاول قوام الكفتة عامل ازاي، ما شاء الله متماسك، تبقى احلى كفتة. الخطوه اللي بعد كده ايه؟ ميه البصل اللي احنا كنا ايه مخلينها على جنب كده، حطينا عليها نص معلقه فلفل، نص معلقه ملح، معلقه زيت. كده ايه مقاديرنا بقت تمام. طيب الخطوه اللي بعد كده ايه؟ هنجيب صينيه، بسم الله، صينيه وهندهنها سمنه، وهنبتدي بقى ايه نصبع الكفته عليها. خليكم معايا دلوقتي حبايبي. احنا عندنا عصايتين شيش طاووق، تمام، او ممكن تصبعيها على قلم، اي حاجه ان انت تصبعي عليها الكفته عشان تطلع زي ايه كفته الحاتي بالظبط، زي الجاهزه اللي انت بتشتريها واحلى. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبل ايدينا كده من ميه البصل وناخد حته كفته، تمام، وعلى عصايتين الشيش طاووق كده، وهنبتدي نصبعها. ما شاء الله، شوفوا متماسكه معايا ازاي.
احلى كفتة حاتي. تمام، هنروح بقى ايه عاملين كده واحط في الصينية. تمام، نعمل كمان صباع برضو، هنبل ايدينا من مية البصل، هناخد حتة كفتة. بسم الله، اعملوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا، مش هتشتروا بقى اي حاجة من بره، اكلكم هتعملوه في البيت بنظافة وبدون تكلفة بقى ولا الكلام ده. بصوا احلى صباع كفتة. وهنروح ايه شادين العصايتين كده ونحط في الصينية بتاعتنا. هكمل انا بقى وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي، خلصنا تصبيع الكفتة زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله. من كيلو لحمة مفرومة عملنا حوالي 2 كيلو كفتة او 2 كيلو ونص، حاجة كده ايه توفير التوفير، واحلى طبعا من الجاهز بكتير. هنحطها بقى في الفرن على الشبكة على درجة حرارة 170 وهنسيبها نص ساعة، وهنشوف الخطوة اللي بعد كده هتكون ايه. حبايبي ايه رأيكم؟ الكفتة ما شاء الله طالعة حكاية، تحفة 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 حقيقي. وصباع الكفتة مكشش ما شاء الله. بصوا حبايبي صباع الكفتة ما شاء الله، بصوا الجمال، بصوا الجمال، بصوا الحلاوة. أحلى كفتة حياتي عملناها مع بعض. بس بقى التكة الأخيرة علشان خاطر تطلع بقى كفتة حياتي بجد زي اللي احنا بنشتريها، هنعمل لها فحماية. تمام حبايبي، لها فحماية كده على البوتاجاز وبعدين هرجع لكم تاني. بصوا حبايبي الفحمة كده والورق الفويل على طول. حبايبي ايه رأيكم في الجمال ده؟ احلى كفتة حياتي عملناها مع بعض، توفير التوفير. من كيلو لحمة مفرومة عملنا حوالي 2 كيلو ونص كفتة زي ما انتوا شايفين كده، والمقادير كانت قدامكم. احلى كفتة حياتي طعما وشكلا وريحة، حاجة كده ايه تحفة فاخر من الاخر. جربوها بالطريقة دي، توفير التوفير، هتعجبكم جدا. وما تنسونيش في الدعاء لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني بالاشتراك فيها عشان يوصل له كل جديد. اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله. حبايبي ايه رأيكم في الجمال ده؟ احلى كفتة حياتي عملناها مع بعض، عملناها بأقل التكاليف. من كيلو لحمة مفرومة عملنا حوالي 2 كيلو كفتة، حاجة كده تحفة. الطعم حكاية والشكل زي ما انتوا شايفين كده طالع تحفة. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم.